السلام عليكم. النهارده هنعمل القرص اللي هي بالسمسم. زي ما انتم شايفين عندنا كيلو دقيق متعدد الاغراض ونخلينه. عندنا نص كوبايه زبده وعليها معلقتين زيت، او ممكن نص كوبايه زيت ومعلقتين سمنه او زبده، او نص كوبايه زيت فقط. عندنا من الخميره كوبايه لبن، كوبايه ميه دافيه او ممكن لبن، تلت كوبايه سكر، معلقتين خميره فوريه او باكو. اقلب الخميره مع الميه الدافيه مع السكر واسيبهم لمده 10 دقائق. عندنا من المقادير الجافه: على كيلو الدقيق هنحط معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه فانيليا، عندنا نص كوبايه حليب بودر. هقلبهم مع بعض، المواد الجافه مع بعضيها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اللبن البودر ممكن ده اختياري، ممكن استغنى عنه، بس انا لقيت اخر شويه كانوا كوبايه الا ربع يعني، فانا قلت هخلي شويه صغيرين دول احطهم معاهم، مش هيجرى حاجه. ممكن ما تحطوهوش، بس هو بيعمل طراوه في العجينه وبيطعمها ويخليها ايه لقمه طعمه شويه. زي ما انتم شايفين كده اهوت، يبقى نص كوبايه لبن بودر. بالنسبه دي كوبايه وربع ميه للعجن، مش بننزلها مره واحده، بننزل نصها كده ومع العجان ونستنى ننزلها تدريجيا عشان نعمل لعجينتنا عرق قوي، وطبعا هينفعنا في المعجنات. زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده الخميره عملت ازاي، عملت ايه فقاقيع كده زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى نص الكوبايه بتاعه الزبده، هحط بقى معلقتين الزيت، هنحط الدقيق بما فيه من معلقه ملح، على معلقه ملح صغيره، على معلقه كبيره بيكنج باودر، على نص كوبايه لبن بودر. زي ما انتم شايفين، بس لازم نسيب شويه، ما نضمنش العجين، كل دقيق بيختلف عن التاني. هحط بقيه الدقيق كده. انا قلبت الدقيق على كوبايه الميه الاولانيه الدافيه بتاعه الخميره. هبتدي بقى تدريجيا احط عشان الزبده يعني تدي طعم للدقيق وهي ناشفه من غير السوائل. هبتدي بقى بعد ما اندمجت الزبده مع الدقيق على كوبايه الميه بتاعه الخميره الدافيه، وسيبنا كوبايه والربع حطيناها في الاخر، وممكن معلقتين الزيت نحطهم في الاخر. وكده عدى 10 دقايق على العجينه زي ما انتم شايفين كده. ادي العجينه طريه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين اهي. هنسيبها بقى ايه ترتاح، يعني قعدت 10 دقايق او 7 دقايق عجن. نحط برده على وشها زيت، برده بيساعد على التخمير، بيعملش ليها قشره على الوش كده زي ما انتم شايفين. هنغطيها زي ما انتم شايفين كده بكيس مفتوح او ستريتش، ايه ونسيبها ساعه تختمر. عقبال ما العجينه تختمر بنحضر الحشو اللي بندخلها جوه. في ناس بتعمل شويه سكر على شويه قرفه. عشان السكر يثبت وما يسيحش وما يكرملش، بنحط كوبايه سكر على كوبايه سميد بتاع البسبوسه ده، دقيق السميد كوبايه يعني 50% قدام 50%، ربع كوبايه قرفه او كاكاو، وقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. اما بالنسبه للسائل اللي احنا هندخله قبل ما نحطه في السمسم اللي بره، في ناس بنحط ايه، بيحطوا شويه لبن على معلقتين سكر ويقلبوهم. في ناس بيحطوا مثلا ميه بسكر. احنا هنحط ده بقى من، احنا قلنا حطينا في الخميره كوبايه ميه دافيه، وحطينا الكوبايه وربع، حطينا كوبايه ودلب بقى قيمه ربع كوبايه ميه. الربع كوبايه ميه دي هنحط عليها معلقتين عسل واقلبهم كويس جدا. وهو ده بعد ما احشي القرصه من جوه، هحطها القرصه في قلب السائل دي اللي هو العسل المسكر دي، يا اما ميه بسكر لو ما فيش عسل اسمر عندي، يا اما لبن وعليه سكر زي ما انتم شايفين، بتبقى مسكره كده من بره وجميله. وكده حضرنا السائل، الحشو والسائل. اما الغلاف الخارجي شويه السمسم بحط لهم معلقتين سكر واقلبهم، ودي اقلبهم كويس فيها. طبعا بحط بقى في الاخر القرصه واضغط عليها زي ما انتم شايفين. جهزنا الثلاث حاجات زي ما انتم شايفين كده، ارتفعت ارتفاع جميل وهو ده اللي احنا عايزينه. ابتدي بقى ايه، ابتدي بقى ايه اهبط الهواء اللي ايه اللي فيه زي ما انتم شايفين كده.
هبتدي اقسم العجينه نصين. هشيل النص ده على جنب كده واقطع النص ده. هبتدي النص هقطعه نصين في نصين، في نصين، زي ما انتم شايفين. كل كوره هقطعها نصين. زي ما انتم شايفين، يعني النص عمل لي 8. ليه بقى؟ عشان القرصه تبقى معقوله، يعني كده تبقى عامله زي ايه، البيضه او ليمونه كبيره. زي ما انتم شايفين كده. لو اصغر من كده مش هتتحمل الحشو ولا ايه. زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى نكورهم كويس ونركنهم على جنب، ونعمل نقطع برضو النص التاني نصين في نصين، يعني 8 قطع هنعملها. الربع يتقسم مرتين. وبعد ما كورناها دول 18 واحده، هنسيبها غطيناها ونسيبها ترتاح. واول واحده بعد ما ترتاح اول واحده برمناها هنبتدي بيها. وادي محضرين حاجتنا. الحشو بتاعنا اهم حاجه الاول، الحشو بتاعنا، ثم السائل، ثم السمسم على الوش. احنا ممكن نحشي القرص بتاعتنا بالسكر والدقيق. ممكن نجرب نحط كده 4 معالق كده منه، ونحط معلقتين من السائل يا اما معلقتين من الميه، ونقلبهم كده. يبقى نحطها ايه، مش طبعا مش سايحه قوي، عامله زي الرمل المبلوله زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحطيها جافه كده، ممكن تحطيها بمعلقتين 3 ميه، ويكون كده ايه زي الرمله المبلوله. نبدا بسم الله. العجينه لما تريح بتبقى كويسه طبعا. زي ما انتم شايفين كده. ابتدي افردها كده، هبتدي احطها على ايدي كده اهو، واخد معلقه من الحشو بتاعي زي ما انتم شايفين كده، سواء اذا كان ناشف او بلاه. وابتدي الم ايه، المها كده، اعملها زي سره الدنانير كده اهي، واعمل كده اقفلها كويس جدا زي ما انتم شايفين. وانا ماسكاها كده زي ما انتم شايفين، هحطها في السائل ده، ابله كده بالسائل ده، اضغط عليه ضغطه بس طبعا ايه، نص السائل يعني مش لكله، للوش بس. واقوم شايلاه كده اهوت، واقوم حطاه على السمسم واضغط عليه زي ما انتم شايفين كده. اضغط عليها واشيلها كده اهوت زي ما انتم شايفين، احطها في الصاجه واضغط عليها. هعمل بقى الباقي يعني تسيبي له مسافه، تحطيهم جنب بعض وتسيبه يخمر تاني قبل ما يخش الفرن. طبعا درجه حراره الفرن 200 على الرف الاوسط، بيستغرق ربع ساعه على حسب الفرن بتاعك. ممكن فرن حامي قوي يبقى اقل من الربع ساعه، فانت طبعا بتتابعيه. ممكن فرن بارد قوي ممكن، بس هو طبعا المخبوزات عامه بيحبوا النار العالي. ابتدي افردها كده زي ما انتم شايفين، بتتفرد في منتهى السهوله بدل ارتاحت. وابتدي بقى ايه، ممكن وهي كده احط لها الحشو بتاعها الكميه اللي انت بتحبيها، وتقومي ضغطه بظهر المعلقه، ظهر المعلقه على العجين، وتوزعيه من جوه زي ما انتم شايفين كده. يخش في العجين من جواه الحشو عشان ما يطبقش على بعضيه، يتكور في مكان واحد زي ما انتم شايفين كده. وزي ما انتم شايفين كده ابتدي بقى ايه، الم دي على دي كده، والم دي على دي كده كده. ادي لميتهم زي السره كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. كده بتبقى سهله عليا ان انا احطها كده. وادي قوم ضغطه بقى، ضغطه بصوابعي، ضغطه بصوابعي على ايه، السمسم اللي فيه السكر اهو زي ما انتم شايفين كده. اقوم واخداه على الصاج زي ما انتم شايفين كده. في الحاله دي بقى انا هريحه للمره الثالثه. ابتدي احط عليه كيس يرتاح تاني. وبعد ما اختمر تاني او ارتاح في الرف الاوسط هنحطه على درجه حراره 200. وكده استوى بعد 10 دقايق في الفرن فوق وتحت في الرف الوسطاني على درجه حراره 200. طبعا بيختلف من فرن لفرنه زي ما انتم شايفين كده. طبعا طالع سخن، وانا دايما مستعجله عشان ايه، اختم الفيديو. زي ما انتم شايفين كده مورق من جوه
والحشو ماسك نفسه مش سايح، جميل، وريحه القرفه في منتهى الجمال. يا رب تكون الوصفه سهله، هي سهله قوي، والخميره والعجينه كانت جميله قوي. تكون سهله وبسيطه عليها، تقدروا تطبقوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.